صوت الملعب مع محمد فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صوت الملعب. في البداية بشكر حضراتكم على التفاعلات والرسائل الكتيرة اللي بتجيلنا، والحمد لله كل ما يبقى دعمكم موجود معانا إن شاء الله إحنا هنبقى في تجديد كبير. النهاردة بنطلع معاكم صوت وصورة عشان نبتدي نوصل لحضراتكم بشكل أكبر ونوصل كل القضايا المهمة اللي إحنا بنطرحها معانا في برنامجنا لصوت الملعب عشان تبقوا دايما موجودين معانا في الحدث. النهاردة عندي قضايا مهمة جدا. هبدأ بالنادي الأهلي. النادي الأهلي خد قرار مهم جدا باختيار الكابتن محمد شوقي في منصب مساعد المدير الرياضي. قرر النادي الأهلي تعيين محمد شوقي في منصب مساعد الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في شؤون الفريق الأول. هذا القرار جه بطلب مين؟ جه بطلب الكابتن محمود الخطيب بنفسه، هو اللي طلب من محمد رمضان تعيين محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وأيضا ميدلزبرو الإنجليزي في إدارة الشؤون الفريق الأول مع الكابتن محمد رمضان طلب من مستر مارسيل كولر انه هو يضم فرد جديد للجهاز الفني في منصب مساعد له كمدير رياضي، وحتى هذه اللحظة ما اختاروش المسمى، ولكن انا بقول لحضراتكم هو هيبقى مساعد المدير الرياضي لانه هو مساعد للكابتن محمد رمضان. وعايز تقول بقى قائم بأعمال مدير الكورة، عايز تقول المهم هو في الآخر المسمى اللي مفهوم حتى هذه اللحظة إنه الأسيستنت أو المساعد للكابتن محمد رمضان. هنا السؤال: ليه تم تعيين محمد شوقي في هذا الأمر؟ السبب الرئيسي هو رغبة الكابتن محمود الخطيب في الاعتماد مستقبلا على محمد شوقي في الجانب الفني وفي نفس الوقت في الجانب الإداري. وبرضو عايز أقول لحضراتكم أولا محمد شوقي تاريخ كبير، يعني منذ انضمامه من النادي المصري للنادي الأهلي، وبعدين خد مرحلة مهمة جدا، وبعدين لعب أساسي منتخب مصر، وبعدين احترف في ميدلزبرو الإنجليزي. بقى رحلة كبيرة جدا لمحمد شوقي، واحد من اللعيبة الصراحة اللي كان إضافة لمركز اللاعب رقم 8. يعني محمد شوقي لو تتذكروا كان بيجيب بدماغه أهداف كتيرة، وبيجيب من اللعيبة اللي بتجيد التهديف في طريقة لعبه، وكان إضافة لهذا المركز. لو تفتكروا كان دايما بيجيب اجوان في منتخب الكاميرون من التحديد، وهدف من اهدافه هو اللي طلع الكاميرون من تصفيات افريقيا 2006 لو تتذكروا في اللقاء الشهير اللي كان هناك في الكاميرون، وكان التعادل ما بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون وتأهلت كوتوفوار. فكل هذه الامور تاريخه كلاعب وشخصيته. وبعدين محمد شوقي كمان من المدربين اللي اشتغلت مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، وكارلوس كيروش ده مدرسة تدريبية كبيرة، يعني أنا تحدثت عليه كتير مع حضراتكم في صوت الملعب. واحد من المدربين اللي مسك مساعد سير أليكس فيركسون في مانشستر يونايتد، وهو اللي جاب كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد، عشان بس أقول لحضراتكم. ومسك المدير الفني الأول لنادي ريال مدريد، أكبر نادي في العالم. شوقي لما كارلوس كيروش مسك منتخب مصر تم تعيينه في الجهاز الفني، فهنا شوقي استفاد كتير من مدير فني بقيمة كارلوس كيروش في الناحية التدريبية. طيب من ناحية بقى العمل الإداري، كابتن محمد رمضان إنك تخش مدير رياضي للنادي الأهلي دي مسؤولية رهيبة. ليه؟ لأن أول حاجة أنت عندك إدارة شؤون الفريق الأول، وده لوحده يعني تركة تقيلة قوي، لأن أنت في أكبر نادي في أفريقيا، في أكبر نادي في الوطن العربي، في أكبر نادي في الشرق الأوسط، معاك نادي بينافس على كل البطولات، معاك نجوم كبيرة، معاك مدير فني أجنبي، معاك يعني الدنيا كبيرة واسعة. فإن أنت تخش فجأة كده ككابتن محمد رمضان تمسك هذه الأمور، وبعدين أنت مدير رياضي، أنت مش مدير كرة الفريق الأول فقط. يعني كان في برضو تضارب بالنسبة للناس لما تم إقالة، بلاش نقول الإقالة، تم
الاستغناء عن الكابتن سيد عبد الحفيظ وجه الكابتن محمد رمضان. الناس كلها او جه كابتن خالد بيبو، بعدين جه الكابتن محمد رمضان مكان خالد بيبو. طب هنا الناس كلها بتقول هل محمد رمضان هيبقى مدير كرة؟ لا، ده منصب اكبر بكتير من مدير الكرة. المدير الرياضي هو المسؤول عن كرة القدم وآلية تنفيذها في كل النادي، يعني فريق أول، قطاع ناشئين، بقطاع البراعم، بكل يعني كل حاجة تخص كرة القدم هي مسؤولية المدير الرياضي. مسؤولية التعاقدات واللعيبة اللي هتمشي واللعيبة اللي هتيجي مسؤولية المدير الرياضي. الامور التنظيميه، اللبس، الفرق كلها، كل الحاجات اللي بتخص كل الفرق دي مسؤوليه للمدير الرياضي. فطبعا انك تخش النادي الاهلي وانت عليك كل هذه الامور، عليك كل هذه المسؤوليات، عليك كل هذه الاحداثيات اللي بتتغير يوم بعد يوم. انت هنا الفرقه ديت عايزه كذا، قطاع الناشئين عنده كذا، الفريق الاول محتاج كذا، في تجديد عقود كذا، فكل الامور دي كتيره، انت ما ينفعش تعملها لوحدك. طبعا الجهاز الاداري اللي موجود في النادي الاهلي جهاز قوي وصلب، ولكن يحتاج الى اشخاص تدير هذه المنظومه. فبناء على هذا الامر كابتن محمود الخطيب اختار محمد شوقي عشان يكون مع المدير الفني مارسيل كولر، وقد يكون معاه على الدكه، وهيبقى مساعدا للكابتن محمد رمضان. ايضا سن الكابتن محمد شوقي، وبعدين هو خد كان عنده بوزيشن في نائب رئيس قطاع الناشئين، فعارف كويس قوي ما يحدث في منظومة قطاع الناشئين، عارف كويس قوي مين أبرز اللعيبة اللي موجودة هناك. طبعا يعني ده بيبقى بالتنسيق مع الناس المساعدين اللي مع مارسيل كولر. يعني عندك تنسيق مع كابتن سامي قمصان وبعض من المدربين أيضا المساعدين، ولكن لما يكون عندك واحد جاي من قطاع الناشئين وعارف كل حاجة بتدور فيه، ويكون معاك مع إدارة الفريق الأول، بتفرق كتير. وده أنا عايز أقول لحضراتكم ده مش يعني ده سر تفوق النادي الأهلي عبر تاريخه، إنك دايما كنت تلاقي التوافق اللي موجود ما بين قطاع الناشئين وما بين الفريق الأول، فبيبقى دايما في باك أب مهما حدث من سواء بقى مواقف، سواء إيقاف، سواء حصل مشاكل، بيبقى عندك دعم دايما من قطاع الناشئين، لأن دي منظومة مهمة جدا، ودي اللي بتدي للفرق الكبيرة الأفضلية. فده أمر مهم جدا، منصب مهم. محمد شوقي عليه تركة برضو، وعليه مسؤوليات كبيرة، وكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الأهلي بيتمنى إن هو يؤدي في هذا الأمر. ده أول قضية معايا النهاردة. الحاجة التانية اللي هتكلم فيها مع حضراتكم في مواضيع النادي الأهلي، وهو أمر بالنسبة لموقف أشرف بن شرقي ووسام أبو علي من ماتش الأهلي والزمالك لقاء القمة. طبعا النادي الأهلي بيسابق الزمن عشان يجهز اللعيبة المصابين قبل لقاء القمة اللي إن شاء الله هيقام يوم 22 فبراير الحالي ضد نادي الزمالك. طبعا ده لقاء القمة، الماتش الكلاسيكو، أقوى ديربي في الشرق الأوسط، أقوى ديربي في أفريقيا، أقوى من أعلى 8 ديربيهات في العالم. على فكرة الرانك بتاع الأهلي والزمالك، مع احترامي لناس كتير جدا ومع احترامي لأندية كتيرة في موجودة في الوطن العربي، سواء في آسيا سواء في أفريقيا، الأهلي والزمالك هو الأهلي والزمالك عشان نبقى واضحين. يعني النادي الاهلي في المركز الكام، نادي الزمالك في المركز الكام. هو ده اجمد ماتش موجود عندنا، هو ده كلاسيكيات الكوره، نجوم الكوره، فرحه الكوره وجمالها عرفناه من ماتش الاهلي والزمالك. فبناء على كده النادي الاهلي بيحاول يجهز لاعيبته المصابه، وابرزها طبعا المهاجم الكبير وسام ابو علي نجم النادي الاهلي. عنده النادي الاهلي محاولات قويه عشان يحاول يدخله في التدريبات بعد ماتش المحله يوم الثلاث بعد اصابه عضليه، ولكن كولر مش هيدفع باللاعب الا في حاله تاكد جاهزيته بنسبه 100%. ودي نقطه مهمه. ليه؟ اقول لحضرتك ليه. المديرين الفنيين الاجانب ما عندهمش حته التسرع في الاصابات، لان هو عارف، واتكلمت في هذا الامر مع حضراتكم كتير، انه لو تسرع في الدفع باللاعب وهو مش جاهز بنسبه 100% هيفقده طول الموسم.
فانا كده خسرت اللاعب مش بس في ماتشين 3 ولا في شهر، لا انا خسرته لان الاصابه هتتفاقم وفي الاخر المردود مش هيبقى موجود اللعيب، فانا خسرت اللعيب المهم اللي موجود عندي. نفس القصه بالنسبه لبن شرقي، بنسبه 100% هيكون جاهز لماتش القمه لانه بتعافى خلاص من الاصابه، وهيلعب مباراه الاسماعيلي ان شاء الله قبل لقاء الزمالك. فده بالنسبه لتجهيز المصابين بالنسبه للنادي الاهلي. الفتره اللي فاتت كان في اصابات كبيره جدا، طاهر محمد طاهر ومعاه ادي اشرف بن شرقي وهو جاي، وسام ابو علي، لعيبه كتير في النادي الاهلي جالهم اصابات. وهنا وقت التاهيل وطريقه التاهيل طبعا هضيف لك بقى اشرف داري برضو من اللعيبه اللي جالها اصابه وحظها وحش. فهنا مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي بيتأنى بشده في موضوع تأهيل اللعيبه قبل الدفع في ماتشات الدوري وماتشات افريقيا، لان انت عندك دوري عام، عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كاس عالم انديه، فلازم يكون عندك الزخم الكامل قبل ما تخش في هذه المباريات، وده امر مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. عندي اخبار مهمه جدا عن النادي الاهلي، ولكن اطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم. خليكم معايا، صوت الملعب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بحضراتكم مرة تانية معانا في صوت الملعب، واكمل مع حضراتكم لماذا يحدث داخل النادي الاهلي. عندنا موضوع مهم جدا كان طرح نفسه في الاجواء الفترة الماضية، وهو تصريحات كابتن إكرامي بأنه زعلان من الكابتن محمود الخطيب بخصوص موضوع رمضان صبحي. وطبعا انتوا عارفين ان كابتن إكرامي هو والد زوجة رمضان صبحي، فبيتحدث من هذا الشأن. ايه بقى رد فعل كابتن محمود الخطيب على تصريحات كابتن إكرامي وموضوع عودة رمضان صبحي؟ في البداية قبل ما اتكلم على رد الفعل الكابتن محمود الخطيب، انا عايز اقول لحضراتكم هو مين كابتن إكرامي، يعني عشان بس تبقوا فاهمين الكادر اللي تحدث في هذا الامر. كابتن إكرامي هو وحش افريقيا. كابتن إكرامي نقل حراسة المرمى في مصر وفي افريقيا لنقلة تانية. يعني ايه نقلها؟ يعني ما كان قبله كان ستايل، وبعد كابتن إكرامي ستايل تاني. جون ما شاء الله الضخم الوحش اللي عنده فنيات، اللي موهوب، اللي بيعرف يتحرك ازاي يقفل الجون، يعرف امتى ازاي يطلع ياخد الاوفر، يعرف ازاي يصد، يعني شخصية قوية جدا. هو الكابتن إكرامي وحش أفريقيا. فهنا كان في زمالة ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب كبيرة جدا. فهنا تحدث كابتن إكرامي في موضوع ملف رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز في صيف 2020. وعلى فكرة رمضان صبحي ساعتها كان على قوة نادي هيدرسفيلد يونايتد الانجليزي، وكان النادي الاهلي واخد رمضان على سبيل الاعاره. فهنا رمضان والكابتن إكرامي بيحملوا المسؤوليه كامله لهذا الشأن في ملف رحيل رمضان لاثنين. اول حد كان كابتن سيد عبد الحفيظ، وتاني حد كان امير توفيق او الكابتن امير توفيق، اللي هم كانوا ماسكين. طبعا امير توفيق كان ماسك مدير التعاقدات، وكابتن سيد كان ماسك موضوع مدير الكوره. فهنا كان العتاب اللي موجود ان كابتن سيد وامير ما نقلوش الصوره الصح اللي كان عايزها رمضان صبحي للكابتن محمود الخطيب. فبناء على هذا الامر تم خد بقى ايه، كابتن خطيب خد رد فعل، فرمضان مش داخل النادي، ما بقاش داخل النادي الاهلي، وتم انتقاله الى موضوع لبيراميدز بدل ما كان يكمل في النادي الاهلي. بس انا هقول لحضراتكم يعني، وده حاجه لينا خاص لصوت الملعب. رد الكابتن محمود الخطيب انه تجاهل هذا الامر تماما، ورفض اصلا فتح فكره عوده رمضان صبحي مره تانية للنادي الاهلي. تاني، كابتن محمود الخطيب رافض تماما فكره عوده رمضان صبحي للنادي الاهلي تماما.
ومصدر قريب جدا من كابتن محمود الخطيب قال لنا كده بالحرف الواحد: اللي فات ما بيرجعش تاني. وده على رمضان صبحي. ورمضان اختار ان هو يروح نادي بيراميدز، اختار ان هو ياخد مقابل مادي، اختار حاجات كتير. وهو لعيب الكرة في هذا الأمر بيبقى هو صاحب الرغبة الأولى، يعني مهما حدث من وكلاء، مهما حدث من محبين، كل هذا الأمور في الآخر لعيب الكرة. وخاصة لما يكون لعيب لاعب منتخب مصر، لما يكون لعيب عنده تجربة احتراف بره، لعب في الدوري الإنجليزي، فبرضه مهما كان الكلام حتى لو سنه صغير، بس هو اختياره ان هو يروح لبيراميدز. وعلى فكرة بيراميدز عمل يعني لعبة في هذا الأمر، انه كمل على فلوس الأعراض اللي دفعها النادي الأهلي لهيدرسفيلد عشان يكمل عقد رمضان صبحي ويشتريه من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. وده على فكرة الكلام حتى اللي أكدوه المسؤولين اللي موجودين في هيدرسفيلد الإنجليزي. فهنا الأمر كان محسوم بالنسبة للنادي الأهلي بغلق عودة رمضان صبحي مرة تانية لنادي الأهلي. وهنا عنده بقى رمضان عنده انفتاح ان هو ممكن يروح لنادي الزمالك. ده أمر مهم وكان لازم نتكلم عنه. عايز أتكلم على موضوع تاني يخص اللاعب محمد شريف مصدوم وبيفكر انه يلعب في نادي الزمالك. ايه الحكاية ان محمد شريف هو دلوقتي نجم نادي الخليج السعودي، عنده صدمة صراحة بسبب موقف إدارة النادي الأهلي من عودته في الانتقالات الشتوية. ايه الموضوع؟ ان شريف فوجئ بتجاهل اتصالاته من قبل المسؤولين في النادي الأهلي وعايز يرجع، رغم ان هو تلقى عرض كبير من نادي الزمالك لضمه عن طريق أحمد حسام ميدو. يعني أحمد حسام ميدو اتكلم معاه مباشرة وقال له نادي الزمالك عايزك تلعب فيه. ولكن شريف قال الأول أشوف النادي الأهلي رده إيه، ولكن حصل تجاهل بالنسبة له. شريف كان هيتنازل عن فلوس كتير من أجل الرحيل للنادي الأهلي، ولكن ده ما حصلش. وشريف بيفكر دلوقتي بقوة إنه يقبل عرض نادي الزمالك لضمه في الموسم الجديد لو ما جددش عقده مع نادي الخليج. وده الأقرب إنه هو مش هيجدد عقده. على فكرة عايز أقول لحضراتكم إن مش بس نادي الزمالك اللي داخل في محمد شريف، كمان نادي بيراميدز داخل في هذا الأمر عشان يضم محمد شريف في صفوفه. وده الأمر الثاني: هل أكرم توفيق ممكن يجدد عقده مع النادي الأهلي؟ حتى هذه اللحظة ملف أكرم توفيق ما فيهوش أي جديد، رغم أن نادر شوقي وكيل اللاعب عمل يعني محاولات كبيرة مع الكابتن محمد رمضان وبلغوا ان من الممكن فتح التفاوض من مرة تانية. طبعا كل ده بسبب رد الفعل الجمهور النادي الأهلي من أكرم، رد فعل السوشيال ميديا، ردود الأفعال الجمهور النادي الأهلي. دي الحاجة التانية ان أكرم كان اوريدي مضى للنادي القطري، فخلاص خد قراره. ولكن هنا بقى أقول لحضرتك القرار والرد من كابتن محمد رمضان على وكيل اللاعب أكرم توفيق بموقفنا مش هيتغير. وإيه هو؟ إن العرض النادي الأهلي اللي قدمه لأكرم توفيق هو 12 مليون في الموسم ويجدد ل3 مواسم. دلوقتي الكورة في ملعب أكرم، سواء إن هو يقبل فكرة التجديد أو يقبل الانتقال إلى نادي الشمال القطري، او لو جاله عرض محلي. واعتقد ان هيبقى صعب يجيله فلوس من الدوري المصري اكتر من اللي جاله في العرض القطري. دي كانت اخر اخبار ملف قضية اكرم توفيق اللي بشكل كبير مش هيبقى موجود في النادي الاهلي الموسم المقبل. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. لسه مستمرين مع حضراتكم في صوت الملعب. وقبل ما أبدأ مع حضراتكم أخبار نادي الزمالك وما هي القضايا الموجودة هناك، لسه الناس في انتظار رد اتحاد الكرة على طلب النادي الأهلي بوجود حكام أجانب لإدارة مباراة القمة يوم 22 المقبل. موضوع التحكيم الصراحة هو أكبر أزمات كرة القدم المصرية دلوقتي. ولو قلت لي ايه اكبر ازمات كرة القدم المصرية اقول لك حاجتين: التحكيم رقم 1، رقم 2 الملاعب.
ملاعب وحشة جدا في الدوري المصري، ولا ترتقي لجودة المنتج اللي انت بتسوقه، المنتج اللي انت بتطوره، المنتج اللي هو بيطلع لك منتخب مصر، بيطلع لك لعيبة تحترف بره، بيطلع لك أندية زي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري اللي بيلعبوا في البطولات الأفريقية. فهنا موضوع الملاعب ده موضوع كبير لازم يتحل. موضوع التحكيم ده موضوع كبير وأيضا لازم يتحل. اتحاد الكورة قرب ان هو يعين حكم سابق كولومبي اسمه أوسكار، وده جاء بناء على ترشيح من بوساكا رئيس لجنة التحكيم في الفيفا. وطبعا جم هنا مصر وتقابلوا مع المهندس هاني بريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وتحدثوا في موضوع التحكيم. ولكن الموضوع الغريب ان أوسكار معروض عليه ان هو يكمل لحد اخر السيزون، لحد اخر هذا الموسم. يعني انت بتتكلم في 4-5 شهور. فأوسكار اصلا عقبال ما يعرف اسامي الحكام خد عندك شهر اصلا فات، عقبال ما يعرف المشاكل خد عندك وقت. فانت عقبال ما يتأقلم ويعرف والدنيا بتبتدي بقى يتحكم فيها وبتبتدي تحس بشغله، هيكون اصلا الموسم قرب يخلص. فهنا انت ليه جايبه فترة صغيرة فقط؟ الحاجة التانية، لما يكون أوسكار موجود، طب مين اللي هيساعده؟ مين اللي هيعرفه؟ مين اللي هيدير معاه هذا الأمر؟ مين اللي هيخش معاه في اختيارات التحكيم وفي مين الحكام اللي ماشية وحش، مين الحكام اللي ماشية كويس؟ والصراحة حتى هذه اللحظة يعني قليل قوي لما تلاقي ماتش ما فيهوش مشكله تحكيميه يعني. والصراحه لما تلاقي الاهلي والزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والمصري وسموحه كل دول بيطلعوا بيانات، مفيش حد ما طلعش بيانات في التحكيم في الدوري المصري. فهنا لازم يبقى في حل عشان الدوري يكمل بالشكل الكويس. لازم يبقى في حل لموضوع التحكيم، ولازم يبقى في حل لقصه الفار، ولازم يبقى في حد متولي موضوع الفار ده بشكل مش بس احنا مش بنتكلم في تطوير، احنا عايزينه يبقى يرجع كويس، عايزينه يرجع كويس، يبقى إضافة للحكم، مش يبقى هو سبب إثارة الجدل. يعني موضوع ماتش سموحة وبيراميدز وماتش الزمالك والاسماعيلي وماتشات البنك الاهلي وماتشات مش عارف مين وماتشات المصري وماتشات كل ماتش في الدوري، ماتش المحلة، كل ماتش في الدوري بيبقى فيه مشكلة من الفار. فيجب حل هذا الأمر عشان الموضوع يبقى في السياق الصحيح. وأنا هنا بقول لاتحاد الكرة لو تمسك بوجود طاقم تحكيم مصري الموضوع هيتفاقم قوي، والحل الأمثل بالنسبة لهم إن هم يجيبوا حكم أجنبي. الحكم الأجنبي دايما هو اللي بيشيل الليلة. يعني ما تجيب حكم أجنبي كويس يقول لك احنا جبنا لكم احسن طاقم تحكيم بره في اوروبا والماتش مشي كويس. لما تجيب بقى طاقم تحكيم مش ولا بد هو حكم اجنبي ما يعرفش ولا ده ولا ده، فبيبقى هو اللي شايل الليله. فبالنسبه لهم هو ده السيناريو الافضل لماتش القمه المقبل. نخش في موضوع نادي الزمالك الاخر، وما هو موضوع ميشيلاك، وهل سيناريو بوطيب كلمه السر في ازمه ميشيلاك؟ نادي الزمالك كان رفض فسخ إعارة اللاعب البولندي ميشيلاك ورفع اسمه خوفا من تكرار سيناريو اللاعب المغربي خالد بوطيب اللي نادي الزمالك دفع له غرامات بالجملة. ميشيلاك كان بعت انذار للنادي بسبب مستحقاته، بخلاف انه طبعا جهز شكوى بخصوص الحصول على التعويض المالي في حالة فسخ إعارته. فهنا نادي الزمالك قرر ان هو موضوع فسخ إعارته ده يلغيه واللاعب ينزل التمرين مرة تانية، واكتفى ان هو بضم اللاعب التونسي احمد الجفالي جناح الاتحاد المنسيري والمغربي صلاح مصدق، وموجود طبعا وجود اللاعب محمود جهاد من فاركو واحمد حسام لاعب ومدافع نادي الجومة. هنا كمان رفع اسم التونسي حمزة المسلوسي للإصابة، وده الامر اللي كنا اتكلمنا فيه ان نادي الزمالك في بدايه موضوع ميشيلاك تعامل بشكل صراحه مش احترافي. يعني انت عارف ان اللعيب دوت لما توقفه عن التمرين تمرنه لوحده عايز تزهقه بلغه الكوره كده عشان تمشيه عشان تطفشه، الحاجات ديت الراجل هيقوم عامل عليك مذكره وهيصور نفسه ان هو بيتمرن لوحده في النادي ومش من حقك.
انا عايز اقول لحضراتكم ان الكلام اللي كان بيحصل زمان ده اتغير في الكوره دلوقتي. اللعيب دلوقتي عنده حقوق، حتى لو في مشاكل وهتمشيه ما ينفعش تمنعه من التمرين مع الفريق مكتمل، ما ينفعش تمرنه لوحده، وكل ده هيبقى في مصلحه اللعيب. ونادي الزمالك من اكتر الانديه اللي تضررت بسبب شكاوى اللعيبه، فكان لازم التعامل من بدايه الامر بشكل احترافي في موضوع ميشالاك، وده اللي فاقوا ل مسؤولي نادي الزمالك في الاخير. ايضا هل يستمر ميدو في منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك بمنصب رسمي؟ يعني بعد نهاية موسم الانتقالات في اتجاه كبير جوه نادي الزمالك ان احمد حسام ميدو او الكابتن احمد حسام ميدو يستمر في نادي الزمالك، وعايزين يعينوه كمدير رياضي. ميدو من الناس اللي بتعرف تتكلم كويس في موضوع الكورة، وتعرف تبيع لك الفكرة، وتعرف تقول لك على نظام اياكس ونظام اوروبا. وطبعا لان هو راجل لاعب في اياكس امستردام، ولعب في الدوري الانجليزي في توتنهام وكذا فرقة منهم ويست هام وميدلسبرو. يعني لو اتكلمت على أندية ميدو هتاخد حلقة لوحدها. فبناء على هذا الأمر إدارة نادي الزمالك بتفكر إن ميدو يكون له تواجد بشكل رسمي في نادي الزمالك. لكن اللي عايز أقوله لحضرتك إن ميدو هو اللي مش عايز. ليه ميدو مش عايز؟ ميدو مش عايز يرتبط حاجة تقعده، لأن ميدو بيعمل كذا حاجة، بيحلل في هنا في السعودية أو بيحلل في مصر وبيطلع كذا مش عايز حاجة تربطه تخليه إن هو يبقى مربوط بشكل رسمي. فهنا أنا بقول لحضرتك اتجاه إن خلاص المجلس إدارة نادي الزمالك حست إن وجود ميدو أمر مهم، وهو تفاوض وجاب صفقات وكان له دور والكلام والحكايه والروايه. فبناء على كل هذه الامور هم الناس عايزه ميدو يكمل في نادي الزمالك، ولكن ميدو حتى الان اللي مش واخد هذا القرار. ايضا في حوار اخر ان في توجه داخل مجلس اداره نادي الزمالك بالنزول للاعمار. ابتدى يبقى في تخوف في نادي الزمالك ان معدل اعمار اللعيبه اللي موجوده كبير. وهقول لحضرتك يعني انت عندك عمر جابر، عندك عبد الله السعيد، عندك المسلوسي، عندك الونش، عندك عواد. كل هذه اللعيبه طبعا كلهم لعيبه كبار، بس في تخوف ان ابتدى معدل الاعمار يزيد. فبناء على هذا الامر مجلس اداره نادي الزمالك وبقى بالتفاوض او بالتشاور مع كل المحبين من لجنه الكره اللي موجود فيها بقى ميدو حازم امام وايضا الجهاز الفني، عايزين ينزلوا باعمار اللعيبه، عايزين ينزلوا المعدل الاعمار بحيث ان فرقه تقدر تدي لنادي الزمالك. عايزين ينزلوا للمعدل الاعمار اللي موجود فيه حسام عبد المجيد وشحاته واللعيبه دي، اللعيبه الصغيره اللي تقدر تدي للنادي لفترات كبيره. لان انت مهما كان عبد الله سعيد مش هيدي معاك اكتر من سنتين. يعني انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم وجهه نظرهم. انا بالنسبه لي عبد الله ممكن يقعد كتير لانه لعيب استثناء، لكن هو بيتكلموا على القاعده ولكن مش الاستثناء. فبناء على كده إدارة نادي الزمالك بتفكر إنها تنزل بمعدل أعمار، وده باين إن عايزين يكون عندهم مشروع. المشروع ده ينزل لبناء فريق صغير السن بمواهب عمرها ما بين 22 ل 27. وهنا الفكرة اللي انت بقيت تضم احمد حسام جونة ومحمود جهاد ومصدق والجفالي، وطبعا الصفقات اللي جاية كلها هتبقى في هذا السياق الأعمار الصغيرة. وبناء على كده وفي لسه غضب من جروس وحالة عدم استقرار كبير بالنسبة له. وكنت قلت لحضراتكم ان ماتش القمة المقبل ممكن يبقى اخر ماتش لجروس لو في حالة خسارة نادي الزمالك. فهنا ميكالي بيقترب بقوة من تدريب نادي الزمالك لهذا السبب. السبب هو حاجتين اللي قلته لحضرتك، ان عايزين يقللوا معدل الاعمار، والسبب التاني موضوع ان جروس في حالة غضب على فكرة مش بس من مجلس الإدارة، من اللعيبة. يعني في لعيبة اشتكت من جروس في بعض الأمور، بيقولوا التمرين مش أحسن حاجة، الأمور مش أفضل حاجة، ولكن ابتدت الراجل ابتدى يكسب
بعض من الماتشات، ولكن الخسارة من بيراميدز ب3 أهداف كانت يعني بداية الرجة الكبيرة في رحيل جروس عن نادي الزمالك. هنا أخبارنا انتهت في قضايا الموجودة معانا النهاردة في صوت الملعب، ولكن انتظرونا دايما في أحدث القضايا وأهم ملفات كرة القدم مش بس في مصر، في كل الوطن العربي والعالم. معاكم في صوت الملعب، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الملعب مع محمد فاروق.